بناء على طلب أكتر من شخص بتفاصيل أكتر وأكتر عن الست كائنات اللي استعمروا الأرض قبل الإنسان، واللي قلنا إنهم هما البن، الحن، الجن، الخن، المن، الدن. تعالوا نعرف مع بعض أكتر وأكتر. وقبل ما أدخل معاك في التفاصيل خلينا أقولك بإنه كل كائن من الكائنات الستة دول ليه ميزة بتميزه عن الكائن الآخر. أول كائن عندي وهو البن، والبن ده كائنات بدائية قريبة من المسوخ يعني. وخلينا ندخلك على طول في الميزة اللي بتميزها. الميزة اللي بتميزها عن باقي الكائنات التانية إنه طريقة التكاثر بتاعتها مش طريقة جنسية، لا بالعكس، دي بتتكاثر عن طريق قطع جزء منها أو موتها من خلال تساقط الخلايا على الأرض. بمعنى كل ما الخلايا بتاعتها بتتساقط على الأرض كل ما بينمو ليها مخلوق جديد من نفس النوع. وعدد الكائنات دي بدأ في التناقص بعد تكون الطحالب والمفصليات، وبعد كمان زيادة بقاع المياه على الأرض بعد العصر الجليدي. ثاني نوع هو الحن. الحن دي خلقت من الطين ولحاء الشجر، من الطين ولحاء الشجر، وتنمو من قاع المياه. ولو هتسألني وتقول لي أكيد يكون لها ارتباط بالطحالب والمفصليات، أحب أقول لك بأنه ما فيش أي دليل أو مصدر موثوق يدل على ارتباطها بالطحالب والمفصليات مطلقا. لكن الحقيقة كانت بتستمد قوتها ونموها من ملامستها للماء، وكانت بتتكاثر أكتر من كائن البن بكتير. أما عن ميزة كائن الحن وهو امتصاصها لمعادن الأرض، لدرجة أنها تطورت وأصبحت كائنات خشبية، وبالتالي أصبحت كمان كائنات قوية جدا. ومن هنا بدأت العداوة بينها وبين كائن البن اللي هو الكائن الأولاني، وأصبحوا في صراع دائم لمحاولة السيطرة على كوكب الأرض. رقم 3 كائن الجن. وقبل ما ابدا في تفاصيل كائن الجن، في حد كان قابلني شخصيا وقال لي ايه دليلك على انه الجن مش اول كائن استعمر الارض؟ وانا جاوبته وقلت له في الفيديو ان شاء الله اللي هتكلم فيه عن تفاصيل الكائنات اللي استعمرت الارض هتوصل لك الاجابه. بص يا سيدي، في الايه الكريمه وضحت لنا تماما انه الكائنات اللي سكنت الارض في الاول افسدت فيها واسفكت الدماء. بكل بساطه كده الاجابه هي انه الجن ملهوش دماء. اعتقد انه الاجابه وصلت. كائن الجن، نقدر نقول انه كائن الجن بالذات هو الكائن اللي غني عن التعريف. كلنا نعرف حاجات كتير عن الجن، ولكن انا هقول لك بعض الحاجات اللي يمكن تعرفها ويمكن ما تعرفهاش. اولا خلق الجن. خلق الجن من نار، بدليل قوله سبحانه وتعالى: خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. وقال صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. بعد عداوة كائن البن والحن وإسراحهم وفسادهم في الأرض وسفكهم للدماء، سلط الله سبحانه وتعالى عليهم كائن الجن فقتلوهم وأبادوهم إبادة تامة واستعمروا الأرض من بعدهم. أما كلمة جن يعود أصلها إلى خزان الجنة، وقيل يعود أصلها إلى كلمة اجتنان أي استتار واختفاء، وذلك لأنهم يختفون ويستترون عن الأعين. أما عن الميزة اللي بتميز كائن الجن فركز معايا كويس جدا جدا، لأنه الميزة دي مش موجودة في أي كائن تاني. الميزة دي هو اشتمالهم أو اشتراكهم على بعض ميزات البشر. بمعنى عندهم العقل والإدراك، هم بيقدروا يختاروا الطريق بتاعهم. عندهم التكاثر بيحصل بالتزاوج زي ما بيحصل عندنا احنا تماما. يعني عندهم مثلا في تزاوج ففي أسامي، في قبائل، في عشائر، في سلالات، في أسامي، فمنهم الخير ومنهم الشرير ومنهم المسلم ومنهم غير المسلم. هم درجات، وبالتالي هم مشتركين مع البشر في بعض الميزات، ودي ميزة غريبة جدا ومش هتتلاقاها في أي كائن تاني. رقم 4 هو كائن الخن. يشبه إلى حد كبير في التكوين بتاعه كائن الحن اللي هو رقم 2، إلا أنه كان أكثر تطورا لأنه دخل في التكوين بتاعه مادة البروتين، وبالتالي هو أصبح أقوى أصلا من الكائنين الأولانيين اللي هم البن والحن. في الوقت اللي نشأ فيه كائن الخن قد بدأت تظهر عند الكائنات البحرية، وهنا هنتكلم عن الميزة اللي ميزت كائن الخن، أنه بدأ يتغذى على الكائنات البحرية لدرجة أنه تطور ووصل التكاثر بتاعه زي تكاثر الثدييات، بل بالعكس أخذ في التطور أكتر وأكتر وبدأ يكون شبيه بالزواحف. رقم 5 كائن المن. الكائن ده فيه أكتر من حاجة عنده غريبة أو أكتر من حاجة تميزه. أول حاجة إنه التكوين بتاعه من البن، يعني هو تكون من كائن سابق أصلا، هو تكون من كائن سابق وهو كائن البن. ده رقم 1. رقم 2 عدم ظهوره على الكرة الأرضية من أول نشأته بالشكل المناسب أو بما فيه الكفاية.
وده سبب رئيسي لعدم وجود أدلة موثوقة أو مصادر موثوقة للمعلومات الكافية عن الكائن ده. رقم 3 بالنسبة للحاجات الغريبة للكائن ده عدم التطور نهائي. يعني أنا ما أعرفش إزاي الكائن ده يعتبر الكائن الوحيد اللي ما حاولش يطور من نفسه أبدا. طب خد عندك يا سيدي رقم 4 من الحاجات برضو الغريبة بالنسبة لكائن المن، إنه الكائن ده رغم كبر حجمه ما كانش ليه أعداء أبدا. برضو ما أعرفش إزاي. يمكن ده يرجع لسبب رئيسي وهو حركته المتخفية في الظلام، يعني ما كانش بيظهر في الأوقات النهارية أبدا أو في الأماكن المضيئة. وكمان خد عندك حاجة غريبة خالص خالص واللي هنهي بيها موضوع كائن المن ده، إنه الكائن ده نشأ بسرعة وانقرض بسرعة نتيجة عدم التكيف مع بيئة كوكب الأرض. رقم 6 وده آخر كائن عندي وهو كائن الدن. كائن الدن نشأ من كائن المن اللي هو الكائن السابق اللي اتكلمنا عنه من شوية. وخد بالك أنا ما قلتش إنه كائن المن تطور، لا دي كانت نشأة، يعني كائن الدن نفسه نشأ من كائن المن ولكن لم يتطور منه. تمام. فعند نشأة كائن الدن تطور أكثر وأكثر حتى أنه أصبح يمشي على 4، ودي الميزة اللي ميزته. بقى يمشي على 4 رجلين، بقى يمشي على 4 ايدين، بقى يمشي على 4 حواف، احنا ما نعرفش. إنما الميزة المهمة فيه إنه أول كائن كان يمشي على 4. الكائن ده كان كائن روحي، كان يشبه الإنسان إلى حد ما، ولكنه تطور فمنهم ما أصبح يطير في الجو ومنهم ما أصبح كائن بحري، أما ما تبقى فهو تبقى بريا كما هو. في نهاية الفيديو أتمنى أكون وصلت لك معلومات بما فيه الكفاية عن الكائنات الستة اللي استعمرت الأرض قبل البشر، وأتمنى كمان إنه الفيديو يكون عجبك، واستناني في اللي جاي في سلسلة يوم من المعرفة التاريخية.